إجابة على عقود العمل. بما أني عندي شركة سياحة هنا في البرازيل، هجاوب بشكل قانوني. لو نفسي أجيب حد من برا البرازيل، لازم تفهموا الأول إن الموضوع هنا مش زي الخليج. مفيش نظام كفيل يجيب لك عمال ويقعدوا يشتغلوا وخلاص. البرازيل ماشية بقوانين واضحة جدا، ودي بتتقسم لكذا طريقة. أول حاجة الدعوة للزيارة أو السياحة. يعني أنا ممكن أبعت لك دعوة شخصية اللي أنت تزور البرازيل سياحة، أو دعوة من شركتي السياحية هنا في البرازيل مسجلة قانونا، اللي هي تدعيك اللي أنت تقضي وقتك هنا للسياحة. ولما توصل البرازيل ما بيسمعش ليك تشتغل إلا لما تعدل وضعك، ودي عندي برضو بعد ما توصل. تاني حاجة دعوة للعمل بشكل رسمي، ودي أصعب شوية. الشركة اللي هنا في البرازيل هي اللي بتقدم طلب للحكومة عشان تجيب عامل أجنبي، ولازم يثبتوا إن الوظيفة دي مش متوفرة عند البرازيليين. وبعد الموافقة الشخص في بلده بيقدم على تأشيرة عمل في السفارة البرازيلية، ولما يوصل لازم يسجل في الشرطة الفيدرالية وياخذ رقم CPF وكمان بطاقة الإقامة. فمعنى اللي في واحد هيبعت لك عقد عمل $1000 عشان تغسل الصحون، فأغلب البرازيليين هنا 80% عندهم كفاءات يغسلوا الصحون وياخدوا أقل من الراتب اللي هو عرضه عليك. فديت عملية نصب بشكل واضح وصريح. فهو عشان تيجي البرازيل في حاجتين: دعوة للزيارة أو السياحة، وأنا بقدمها الدعوة للزيارة الشخصية أو السياحة عن طريق شركتي، أو شركة محتاجة عمال من بره. فالشركة اللي محتاجة عمال من بره هي اللي بتقدم للحكومة عشان تجيب العامل الأجنبي، ولازم أن يثبتوا إن الوظيفة دي مش متوفرة عند البرازيليين. فأنت تقول لي هتيجي تغسل الصحون $1000، فالبرازيليين هم لو قلت لهم هدوكوا $1000 $5000 ريال وشوية، هم هيغسلوك ذات نفسه. فهمت؟ فالكلام دي نصب. وكمان عاوز اقول لكم على خدمات اللوجستية. انا بقدم دعوات لزيارة البرازيل ودعوات لسياحة البرازيل عن طريق شركتي. انا عندي صيغتين للدعوة، وكمان بستقبل في المطار